السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو اليوم عبارة عن ريسيكلاج وإعادة تدوير للحلويات اللي كتكون قديمة عندنا أو اللي كتكون مهرسة لينا. إلا كنا وجدنا واحد الكميات كثيرة ديال الحلوى في المناسبات وكيبقى شاط لينا هذوك لي شيت ديال لي صابلي وديال الحلويات. اليوم غادي نشارك معكم هذه الطريقة باش نديروا هاد جوج الأشكال ديال الحلويات اللي كيجيو راقين ولذاذ ومنكهين وغزالين، بدون غنضيفوا عليهم إضافات بسيطة فقط. في نفس الوقت كنقتصدوا في لي شيت أو الحلويات اللي عندنا وقنعنا منهم وما قدرناش بقينا ناكلوهم كنعاودوا نغيروهم في الشكل ديالهم. كيف ما كتشوفون هنا عندي صابلي ديال اللوز غادي نطحنو ونخليه بودره بحال الدقيق. هو غيكون هو اساس ديال الدقيق وغنضيف عليه واحد الاضافات اللي بسيطه جدا ماشي كثار. كيف ما كتشوفوا عندي جوج معلقه ديال السنيده لان الحلوى عندي صابلي حلو، بيضه واحده، وممكن تضيفي الى لقيتي ما جمعش ليك، وجوج كيسان ديال الحليب. هنا انا درت زبده نوازيت باش نعطي واحد النكهه ديال الزبده اللي هي رائعه، وغادي نبسس بها الصابلي ديالي وغنضيف عليه واحد الكاس صغير ديال العنبه ديال الدقيق، وغادي نغربل هنا جوج خمارات جوج ساشيات ديال الكاكاو. ممكن تستغناو على الكاكاو وغادي نعجن بهذيك لاباراي. الا احتاجيت البيض غادي نزيد، احتاجيت الحليب غادي نزيد. ما تزيدوش الدهنيات اللي هي الزبده والزيت، ما تضيفوا فقط السوائل باش تجمعوا. ممكن نيستلي، ممكن الحليب، ممكن مزهر ما ورد. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا عجنتها مزيان دلكتها مزيان. غادي نقسمها على جوج لان غندير جوج الاشكال ديال الصابلي. غادي نحاول الشكل الاول غادي نبسطو، ضروري ما تبخليوش على سطح العمل، ضروري تبسطوه على ظهر شي بلاطو هكا. وغادي ندهنها بشويه ديال الحليب او ممكن ندهنوها باي حاجه من السوائل، البيض مثلا او الدقيق والماء. وغادي نبدرها بالشوكولات اللي انا ديجا بشرته، ونسرحها بالماء الكاكاو باش يشد لينا مزيان في العجينه. وغادي نبدا نقطعها وغادي ندير لكم واحد الهلاليات. هاد الهلاليات كيجيو راقين في الشكل ديالهم، وكنقتصدوا في لي شيت ديال العجينه ما كتضيعش لينا، وفي نفس الوقت كتكون واحد الطريقه ساهله وبسيطه وكديري بهم عدد كبير. مثلا هاد المربع هذا راه درت به عفوا درت به الطاوه ديال الحلوى اللي هذا هو الطريقه. انا حاولت انني نقرب لكم ونبسط لكم باش تشوفوا كيفاش كيجي الشكل ديالها. وتعذروني رانا كنصور بايد وكنخدم بايد. شوفوا ما شاء الله كيجيو متوازين، كيجيو ساهلين، كيجيو نفس الحجم نفس السمك، تيجيو رائعين جدا. كنتمنى انكم تجربوهم. ممكن تستعملوهم حتى في الصابلي، عجينه جديده. ممكن انكم تستغنوا عليهم. ممكن حتى انكم تقلبوا هذه القطع ديال البيتزا وديروها بشكل للمعرجات، كتجي رائعه جدا. درت بهم هاد جوج الاشكال. غادي نخلي هذا حتى نكمل الشكل الثاني. من بعد عاد غادي نطيبهم بجوج على نار مهيله 150 درجه، ونخليهم واحد المده تقريبا 10 دقائق، لان كل شيء طايب. الشكل الثاني غنكون انا ديجا دايره في الكيس. غنحيد هذا الحربل هذا غنديرو بشويه ديال الحليب فقط. نتوما ممكن ديروا اي سوائل. وكنجيب جنجلان ما كيكونش محمص، كيكون جنجلان عادي، وتنحاول انني كنمرمدو في هذاك الجنجلان وكنخليه باش يهز واحد الكميه كبيره. تنقطعوه على جوج او تخليه سليم وتحطيه في الفريغو واحد المده ديال ساعتين باش تمسك لينا العجينه. منين نبداو كنقطعوا في الدوائر او في لي صابلي ديالنا كيجيو نفس الشكل وما تيكونوش كتساعدنا العجينه ان حنا نقطعوه متساوي وفي نفس الشكل. كيف ما كتشوفوا كيكونوا سماك شويه. غادي نحطهم نستفهم في الطاوه وندير عليهم شويه ديال الشكلاط عفوا، وندخلهم الفران حتى كيتحمروا. كياخذوا وقت قصير، ما تياخذوش بزاف ديال الوقت. ومن بعد غادي نزينهم بالشكلاط بيض باش يعطيني واحد الشكل رائع ويكونوا لذاذ وهشاش وغادي يعجبوا وليداتكم وغادي يعجبوكم كانها حلوه جديده. يلاه نديرها.